الا دخلتي لونطروبو ديالك دابا ولقيتيه عامر حتى للسقف، فغالبا غادي تحس بواحد الاحساس زوين، غادي تحس بواحد الاحساس ديال الامان، وتقول الحمد لله السلعه كاينه، الخير موجود، المستقبل مضمون، اتسيتيرا اتسيتيرا. هذا الاحساس بالضبط هو اللي مخلي البيزنس ديالك مبلوكي وما كيكبرش، ويقدر يكون هو السبب اللي غيطيح الشركه ديالك في فايت. غادي نشرح لك علاش. الاغلبيه ديال المقاولين في المغرب سواء كانوا دي غروسيست، اي كوميرس سيلرز، دي سوسيتي دو ديستريبيسيون، كيطيحوا في واحد الفخ خطير كيسحب لهم ان ستوك هو فلوس. في هذا الفيديو جيت نهرس هذا المعتقد، ستوك ماشي فلوس. شحال من مره شفتي شيفر دافير ديالك طالع، المبيعات غادا مزيان، ولكن ملي كتبغي تخلص لي فورنيسور ولا تخلص الكرا ولا تخرج لي صالير، كتدخل الكونت كتلقاه خاوي. الشركات ما كتموتش حيت ما فيهاش الربح ولا ماشي غونطابل، الاغلبيه ديال الشركات كيموتوا حيت كيتقاضى لهم الاكسجين، والاكسجين في البيزنس هو الكاش. انا الياس خرازي باك بلس 5 في لانجينيوري لا لوجيستيك اي ترونسبور، كنماناجي سوبلاي تشينز في 7 ديال الدول المختلفه، وكنعاون لي زونتربريز انهم يوبتيميزيو لا شين لوجيستيك ديالهم. وفي هذا الفيديو اللي عباره عن ماستر كلاس مفصل غادي ندخلوا للعمق ديال جيستيون فينونسيير، وغنشرح لك الفرق بين الاكتيف والكاش ديسپونيبل، وغادي نعطيك معادلات ماليه كيتخدموا بهم في الشركات الكبار باش يحسبوا التكلفه الحقيقيه ديال الستوك. والاهم غنعطيك فريم ورك كتبدا تخدم به من غدا. جيب ورقه وستيلو، كاس ديال القهوه، وركز معايا مزيان. في المحاسبه الستوك كيتعتبر اكتيف، يعني اصول. المحاسب كيشوف كرتونه ديال الصباغ تساوي 500 درهم بحال 500 درهم اللي كاينه في البنكه، ولكن في الواقع واش تقدر تخلص الضو بكرتونه ديال الصباغ؟ واش تقدر تخلص الضريبه بكرتونه ديال الصباغ؟ امبوسيبل، مستحيل، هادشي ما كاينش. هنا فين كيبان واحد المفهوم خطير اللي سميتو البي اف ار، بوزوان فون درولمون. باش تفهموا مزيان غادي نستعملوا واحد المعادله ذهبيه اللي سميتها الكاش كونفرجن سايكل ولا سي سي سي. سي 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 كيساوي دي او زائد دي اس او ناقص دي بي او. شنو كتعني هاد الروينه هادي؟ دي او هو دايز انفنتوري اوتستاندين، هو العدد ديال الايام اللي كتبقى عندك السلعه ناعسه في لونطروبو قبل ما تباع. مثلا جبتي واحد ستوك نهار اثنين وفكيتيه كامل نهار الحد، دونك دي او ديالك هو 7 ايام، يعني دي او ديالك هو سيمانه 7 ايام. شريتي ستوك نهار اثنين وفكيتيه نهار الحد. دي اس او اللي هو داي سيلز اوتستاندين، هو العدد ديال الايام اللي كياخذوا الكليان ديالك باش يخلصوك، سورتو الا كنتي كتعامل مع الكليان ديالك بالكريدي ولا بالطريطه، يعني شحال ديال الايام باش انك تاخذ دوك الفلوس ولا داك البري دو فونت من عند الكليون ديالك. حتى دابا شفنا دي او دي اس او، وهادو شحال ما كانوا صغار شحال ما مزيانين. شحال ما كان دي او صغير يعني انك كتفك السلعه ديالك دغيا، وشحال ما كان دي اس او صغير يعني كتخلص بسرعه من عند الكليان ديالك. دابا ندوزو للدي بي او، هذا شحال ما كان كبير شحال ما مزيان. غنشرح لك شنو هو الدي بي او. دي بي او هو دايز بيبل اوتستاندين، اللي هو عدد الايام باش كتخلص الفورنيسور ديالك. الا كنتي كدير واحد الكريديت لاين مع الفورنيسور ديالك، يعني كتخلصوا بالكريدي، شحال ديال الايام باش انك كتخلصوا على ستوك اللي كتاخذ من عنده. بيان سور الدي بي او شحال ما كان كبير شحال ما مزيان، يعني انك مرتاح وكتخلص الفورنيسور ديالك شويه بشويه وما مخنوقش. يعني ملي كناخذوا هاد المعطيات هادو كتكون عندنا هاد المعادله هادي ديال سي 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 ديال الكاش كونفرجن سايكل، اللي الدور ديالك نتايا هو ترجعو صغير ماكسيموم. يعني هاد سي 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 خصو يخرج لك صغير ماكسيموم. بطريقه اخرى هو دي او خصو يكون عندك صغير، و دي اس او يكون عندك صغير، و دي بي او يكون كبير. نرجعوا دابا للستوك. ملي كتعمر لونطروبو ديالك وكتجيب واحد الستوك كبير، راه دي او كيطلع للسما. علاش؟ كتجيب واحد الستوك اللي كبير وخاصك شحال باش تفكو كامل، دونك دوك الايام باش انك تفكو كامل غادي يكون كبير. هادشي كي امباكتي الكاش فلو ديالك وكي امباكتي السي سي سي ديالك. ندوزو دابا لواحد المثال تطبيقي. تخيل معايا جوج ديال التجار، حسن ويوسف. بجوجهم حسن ويوسف عندهم نفس راس المال، عندهم 50,000 درهم، وغي انفيستيو في واحد السلعه جديده، غيشريو واحد ستوك جديد في واحد السلعه جديده. الفورنيسور ديالهم قال لهم الا خديتو عندي 1000 بياسه غادي نعطيكم واحد ديسكاونت ديال 10 دراهم، يعني غنقص لكم في كل بياسه 10 دراهم. سي حسن طمع في 10 دراهم ديال الربح في البياسه وخدا 1000 بياسه ب 50,000 درهم. هنا دي او ديال السي حسن يقدر يوصل حتى 6 شهور وفلوسو تجمدات. بالنسبه للسي يوسف كيفهم شويه في البي اف ار، الفينونس اتسيتيرا، سمح في داك الديسكاونت وداك الربح ديال 10 دراهم وشرا غير 100 بياسه ب 6000 درهم. السي يوسف بقات عنده 44,000 درهم كاش في البنكه. سي يوسف باع السلعه ديالو في سيمانه، دي او ديال سي يوسف هو 7 ايام. ملي طاح السوق حسن بقات ليه 800 بياسه واحله. 800 بياسه اللي واحله كتعني 40,000 درهم اللي واحله عنده في ستوك وما يقدرش يخرجها وما يقدرش يخدم بها. اما بالنسبه للسي يوسف، سي يوسف رجع راس المال ديالو وعنده الكاش واجد باش يشري السلعه اللي مطلوبه دابا في السوق وينفيستي فيها. هذا هو المعنى الحقيقي ديال فاش كنقول باللي ستوك ماشي فلوس. ستوك هو فلوس مجمده عندك ما تقدرش تخدم بها. التبرير ديال الاغلبيه ديال المقاولين هو انهم كيخافوا من انهم يطيحوا في غيبتيو ستوك. غيبتيو ستوك يعني يسالي ليهم ستوك، وباش يتفاداو هذا المشكل كيطيحوا ريوسهم في هذا المشكل اللي اخطر من غيبتيو ستوك، اللي هو كيعمر لونطروبو
لونتروبو ديالو وكيجيب ستوك اللي كبير بزاف. ولكن واش عمرك حسبتي التكلفه الحقيقيه ديال هذا الستوك؟ السبلاي تشين كنسميوه الكيرين كوست، وراه كيمثل 20% حتى 30% من القيمه ديال السلعه كل عام. منين كتجي 30%؟ انا نشرح لك دابا. اول حاجه هو الكود ستوكاج، تكلفه التخزين. هنا كنهضروا على الكرا ديال المكازا، ديال الضوء، ديال الاساس، ديال لاسيورونس، وكل متر مربع واخد هذيك السلعه اللي ما كتباعش راه كتاكل من لامارج ديالك. الكود الثاني هو لوبسوليسونس والديبريسياسيون. هنا كنهضروا على التكلفه ديال التقادم. كيف ما كتعرفوا السلعه كتموت سورتو في الاي كوميرس، الالكترونيك، لا مود اكسيتيرا. من هنا ل 6 شهور غتخرج السلعه احسن، وغيخصك انك تليكيدي داك الستوك الكبير اللي جبتي، واخا غير براس مالو ولا حتى بالخساره بعض المرات. الكود الثالث هو الاوبورتونيتي كوست ولا تكلفه الفرصه الضائعه. هذا هو الضربه القاضيه. الكاش اللي انفيستيتي في واحد السلعه اللي ثقيله كان ممكن انك تجيب به واحد الهمزه ولا واحد السلعه اللي مطلوبه في السوق في ذاك الوقت، وانت كتبان لك ديك الهمزه في السوق ولكن ما تقدر دير والو حيت فلوسك ماشي في يديك ولا في البنكه، مجمده عندك في السوق. بغيتك تركز معايا مزيان في هذه الجمله. سرعه دوران راس المال اهم من هامش الربح. سرعه دوران راس المال اهم من لا مارج ديالك، اهم من لا مارج بينيفيسيير ديالك. يعني ما عمرك تحاول انك تطلع هامش الربح ديالك على حساب سرعه دوران راس المال. هذا الشيء غيقضي عليك. انا نعطيك واحد الكي بي اي، واحد المؤشر باش تعبر هذا الشيء اللي هو الانفنتوري تيرن اوفر ولا طو دو روتاسيون. طو دو روتاسيون هو الكود مارشانديز فوندو ولا الكوكس، كوست اوف جود سولد، يعني التكلفه باش تقمت عليك ديك السلعه اللي بعتي على ستوك موين، مقسوم على ستوك موين. الا كان هذا الرقم طايح، هذا الشيء كيعني بلي راك كتشري اكثر ما كتبيع. بمعنى اخر انك كتجيب ستوكات ما كتقدرش تفكهم، ولا كياخذوا واحد الوقت اللي كبير بزاف باش انك تفكهم. وهنا كيكون عندك واحد الخلل في التوازن بين الشراء والبيع. ديما دير واحد القضيه في بالك، هو انك تربح غير 5 درهم في واحد البياسه وتدورها 10 د المرات احسن مليار في المره من انك تربح 20 درهم في البياسه وتبيعها مره واحده. هنا كنرجعوا لديك القاعده اللي قلت لك ديال ان الدوران ديال راس المال اهم من هامش الربح. ودير في بالك ان لونتروبو ولا المحل اللي عامر ماشي ديما انديس زوين، ماشي ديما واحد المؤشر ان السلعه عندك كاينه وان الحركه دايره. لا بالعكس، لونتروبو اللي نص خاوي كيعني ان الدم اللي هو الكاش كيدور في العروق ديال الشركه. اما لونتروبو اللي عامر، هذا الشيء كيعني باللي عندك الركود والدم ولا الكاش ما كيدورش، بالعكس مستوكي عندك في السلعه وما تقدرش تخرجه. طرا لي مشكل في الكاميرا برينسيبال باش كنصور هاد البلان ما تبغيش ليه، دوك مشات ليا واحد لابارتي كامله كنصورتها مشات، دابا غادي نعاودها. المهم فين خليناها؟ جو بونس خليناها باللي لونتروبو اللي عامر ماشي ديما كيكون انديس زوين. يلا نكملوا لا فيديو ديالنا، نحاول نتمالك الاعصاب ديالي شويه. ليتس كونتينيو. دابا فهمنا الكارثه اللي يقدر يديرها ستوك العشوائي. السؤال المطروح هو كيفاش نعرف شحال ديال السلعه خاصني نشري؟ قبل ما تسني اي بوند كوموند ضروري دوز لا كوموند ديالك من هاد 3 ديال لي فلتر، هاد 3 ديال لي كيسيون. السؤال الاول هو هاد السلعه هادي واش مجربه ولا يلاه غتكون غير تجربه؟ يعني غادي تجيبها لاول مره. الا غتجيب سلعه جديده اياك تجيب كونتيتي كبيره، جيب المينيموم كوانتيتي اللي ممكن انك تجيب. انا عارفك غادي تقول لي ولكن الا جبت كميه قليله غادي تقام عليا غاليه ايتترا. غادي نقول لك اعتبر ديك الزياده في الثمن هي التكلفه ديال التامين ديالك، هي الكو داسيورونس ديالك باش ما تغرقش. وملي تاكد بلي السلعه كتمشى ديك الساعه كبر لي كوموند ديالك. السؤال الثاني هو شحال لي تايم ديال هذا الستوك هذا. نعرفوا بعدا شنو هو المعنى ديال لي تايم. لي تايم هو الوقت اللي كيكون بين فاش كدوز لا كوموند للفورنيسور ديالك حتى فاش كتوصلك لا كوموند لونتروبو ولا المحل ديالك. هاد الوقت كامل هو اللي تايم. دونك خاصك تضبط لي تايم ديال هاد الستوك هذا، يعني شحال باش غيوصلك هاد الستوك. الا كان الفورنيسور ديالك في كازا وانت في كازا والستوك غادي يوصلك في 24 ساعه، علاش شاري ستوك ديال 3 شهور؟ هنا انت كتهز واحد الريسك فينونسي اللي نورمالمون الفورنيسور ديالك هو اللي خاص يهزو. الا كان الفورنيسور ديالك في نفس المدينه ديالك ولا في نفس لا ريجيون واللي تايم قليل، فديما جيب واحد ستوك الماكسيموم اللي هو القياس ديال السيمانه، حيت اون توكا اللي تايم راه قليل وتقدر انك تجيب ستوك جديد في اقرب وقت. ما كايناش انك تجيب ستوك كبير ديال 3 شهور ولا 4 شهور وتقل على راسك الكاش فلو وتخنق راسك. اما الا كنتي كتستورد من الشينوا ولا من شي دوله اخرى وكيكون واحد لي تايم لي طويل ديال شهرين شهرون ايتترا، هنا كنتفهم انه خاص يكون عندك واحد سيفتي ستوك، واحد ستوك سيكوريتي اللي غادي نهضروا عليه ان شاء الله كيفاش تحسبوا بهذه الطريقه اللي اكزاكت في الفيديوهات الجايين ان شاء الله. هنا ضروري انك تجيب واحد ستوك اللي كبير، واحد ستوك ديال 3 شهور. علاش؟ حيت لي تايم عندك طويل بزاف. السؤال الثالث اللي خصك تطرح هو شنو هي الاكزيت استراتيجي ديالك ولا خطه النجاه. اكبر
غلط كيديروه المبتدئين هو كيفترضوا باللي كلشي غادي يتباع، بلي ستوك كامل غادي يتباع. لا، الحياه ما دايرش بحال هكا. ديما عول على اسوء سيناريو ممكن وقلب على واحد الاكزيت بلان. الا هاد السلعه وحلات فيا، واش نقدر نرجعها للفورنيسور بواحد الديسكاونت ديال 10%؟ واش نقدر نبيعها لواحد الكروسيست اخر براس المال ديالها؟ الا ما لقيتيش واحد الاكزيت بلان فراك كتقمر بالفلوس ديال الشركه ديالك. دابا وصلنا للتطبيق العملي. انا نعطيك واحد السيستم اللي سميتو لاناليز ا بي سي اللي تقدر دير الكاتالوج برودوي ديالك. هاد السيستم هو اللي كيخدموا به العمالقه ديال الريتيل بحال مارجان، ايكيا، ايتترا، وغادي نطبقوه على البيزنس ديالك. غادي تشد الستوك ديالك كامل والكاتالوج برودوي ديالك وغادي تقسموه لثلاثه ديال الفئات، ثلاثه ديال لي كلاس. كاينه لا كلاس ا، لا كلاس بي ولا كلاس سي. لا كلاس ا كتمثل ديك 20% من السلعه ديالك اللي كتجيب لك 80% ديال الارباح. هاد الرول هادي ولا هاد القاعده مفيريفيه في كاع البيزنسز. اي ستوك ديال اي بيزنس 20% من داك ستوك، يعني واحد ستوك اللي كبير 20% منه هو اللي كيجيب 80% ديال الارباح. بيان سور ما كتكونش فيريفي اكزاكت بحال هكا 20 80، مي كتكون 23% 77% ايتترا. دونك لا كلاس ا تما فين كيكونوا 20% ديال السلعه اللي كيجيب لك 80% ديال الارباح. هاد لي برودوي اللي كاينين في لا كلاس ا هما اللي خصك تحضي معاهم باش ما يطيحوش في الربشيو ستوك، وهما اللي خصك تجيب فيهم واحد ستوك اللي كبير ولا دير فيهم واحد ستوك سيكوريتي، وخاصك ديما توفر لهم الكاش حيت هما اللي كيجيبوا لك الربح. لا كلاس بي اللي كتمثل 30% ديال السلعه اللي كتجيب لك 15% ديال الارباح. هذه كنشريوها بالقياس وما كنعمروش منها بزاف. وبالنسبه لا كلاس سي كتمثل 50% ديال السلعه اللي كتجيب لينا غير 5% ديال الارباح. هذه هي المصيبه وهذه هي اللي مجمده لك فلوس وهذه هي اللي خلقه لك المشكل ديال الكاش فلو اللي كاين في البيزنس ديالك. بالنسبه لهاد الاناليز ديجا خدمناها مع بزاف ديال البيزنسز وكدير واحد لا ديفيرونس بزاف في لا جيستيون ستوك وفي الديسيجن ميكين ديال الريستوكين. الا بغيتي نخدموا لك هاد الاناليز في البيزنس ديالك تواصل معنا على الايميل contact@eliasops.com. المور ما دير هاد الاناليز القرار اللي خصك تاخذ هو السلعه اللي كاينه في لا كلاس سي خصك دير ليها الليكيداسيون، واخا تبيعها غير براس مالها ولا حتى بواحد الخساره اللي قليله. الهدف ماشي هو تربح فيها، الهدف هو تحرر الكاش، هو تليبيري لا تريزوري ديالك. داك الكاش اللي غتجبد من هاد السلعه هادي غتاخدو وغتستثمرو كامل في السلعه اللي كاينه في لا كلاس ا اللي كتجيب لك الربح. هاد لاكسيون بوحدها غادي تخلق واحد لا ديفيرونس كبيره في الكاش فلو ديال البيزنس ديالك. خلاصه القول كيف ما قلت قبل، التجاره ماشي هو هذاك اللي عنده واحد لونتروبو اللي كبير وواحد ستوك اللي كبير، هي شكون اللي عنده اكبر قدره على تحريك وتدوير الفلوس. ستوك هو شر لا بد منه، حنا كنحتاجوه باش نلبيو الطلب ديال الكليان، ولكن خصنا نتعاملوا معاه بحال الدواء، القليل منه كيداوي والكثير كيقتل. كل مره مشيتي للوير هاوس ولا لونتروبو ولا المحل ديالك بغيتك انك تشوف دوك الكراطن اللي كاينين عندك في ستوك، ما بغيتهمش يبانوا لك كراطن، بغيتهم يبانوا لك فلوس مجمده ومشدوده بالسناسل. والمهمه ديال كل نهار انت كاونتربرونور هو انك تهرس دوك السناسل وتخرج داك الكاش لبرا باش يعاود يجيب لك كاش اخر. دابا ندوزو للاكشن بلان و لي زاكسيون اللي خاصك ديرهم مباشره من بعد ما تسالي هاد الفيديو هادي. اول حاجه غدا بالصباح ان شاء الله سير دير واحد لانفونتير فيزيك شامل الستوك ديالك كامل، ماشي ستوك اللي عندك في السيستم، لا انفونتير فيزيك. غتمشي تحسب ودير واحد لانفونتير فيزيك لشحال الكونتيتي اللي عندك في كل برودوي، وغدير لاناليز ا بي سي وغتعرف لي برودوي اللي عندك في لا كلاس ا في لا كلاس بي ولا كلاس سي. وشنو خاصك دير؟ خرج ليا السلعه اللي كاينه في لا كلاس سي، دير منها لي باك، دير منها لي برومو، دير فيها ديسكاونت، بيعها لصحاب الجمله وريفر، دير اللي بغيتي. المهم جيب منها الماكسيموم ديال الكاش اللي تقدر تجيب قبل ما يسالي الشهر. الا حسيتي بلي هذا الفيديو ولا هذا الماستر كلاس قاس فيك شي حاجه، ولا حسيتي براسك بلي ضيعتي بزاف ديال الوقت وفلوس في واحد ستوك اللي ما خدامش، ما تلومش راسك، هذه هي الضريبه ديال التعلم. الا باغي تبني بيزنس صحيح واقف على ارقام واسس ماليه صلبه وماشي العشوائيه، هاد القناه مديوره ليك. اشترك دابا وخلي لي في لي كومونتير اكبر مشكل ديال الستوك عندك، وغادي نحاول نجاوب الاغلبيه ونعطيكم دي استراتيجي ديال جيستيون ستوك. تهلاو في الكاش ديالكم ونشوفكم في الفيديو الجاي.